All right, Sylvia, look at me. I'm outside going to check the mail. And I'm asking you if you can please, pretty please, send me one of your videos. I love it so much when you just send them to me. Yeah, I don't like buying your stuff. It makes me feel weird. Could you please send me one though? No, you're not. You're not sorry at all. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الجرائم اللي كنديرو كل سيمانة. وقبل ما تتفرج ما تنساش تدعمني باشتراك، وهذا الشيء مهم بزاف بالنسبة ليا، وشي جميلة كانت من عندك غادي نفرح. غرانت أماتو واحد الشاب عنده 29 عام واللي مازال كيعيش مع باه تشاد في دارو الكبيرة واللي عنده 59 عام، ومع ماماه مارغوريت اللي عندها 61 عام، وكيسكنوا في مدينة تايلي ايجو، وهي مدينة صغيرة بزاف وعدد السكان ديالها يلاه يكون تقريبا واحد 2500 نسمة، وهما من الناس لي زاميغانديان يعني الهنود الحمر، وبعيدة على فلوريدا بشي 40 كيلومتر هكا. غرانت هو اللي غادي يولي من الناس الأكثر شهرة في العالم. في هاد العائلة كاينين 3 ديال الوليدات، الولد الأول واللي هو الكبير سميتو جاسون، مزوج وعنده وليدات وكيسكن في وينتر، خدام في القروض ديال الرهن العقاري، وهو ولد مارغوريت من راجل آخر واللي رباه تشاد ملي كانت عنده 3 سنين. كودي 31 عام واللي كيعيش حتى هو في الدار ديال العائله، وغرانت هو اصغرهم سنا. هاد العائله كتعتبر من العائلات الثريه ومن النوع المتحده مع بعضياتهم. تشاد الاب خدم بزاف في حياته وكان فرماسيان، ومن بعد مشى خدم في واحد المركز ديال الاتصالات سونتر دابيل كمستشار في هادشي ديال الادويه. تشاد واحد الانسان عاطفي ومن الناس العصاميين، عنده شركه صغيره باش يضمن العيش ديالو الكريم وباش يقدر انه يعيش العائله ديالو في احسن مستوى، وهذا اكثر دليل على حبه لعائلته. وليداتهم كبروا وكل واحد فيهم عنده بيته خاص به، وعندهم حتى بيت خاص بالالعاب. مارغوريت خدامه مسؤوله على التعاملات في واحد الشركه سميتها نيونز، وكتخدم غير من دار ودايره بيت في الدار مخصصاه بيرو ليها. مارغوريت عندها الشغف ديال ركوب الخيل، كانت عندها واحد الخيل سميتها ليدي، كانت بحال صاحبتها، وملي ماتت ليدي بقات كتمشي لعند الخيول الاخرين وكتهتم بهم، وهذا الشيء تزاد ملي تزادوا المشاكل في الدار في سنه 2018. بلاتي باش ما نخربقكمش غنرجعوا اللور باش نبداو القصه من الاول ديالها. غرانت قرا باش يولي ممرض وسال قرايته في 2011، ومن بعد مشى خدم في واحد السبيطار لمده 5 سنين. في 2016 حبس قرايته حيت كان باغي يولي بناج ولكن ما كتبش، وفي وقت الفراغ ديالو غرانت كان مبلي بالالعاب الالكترونيه جو فيديو، وكانت عنده قناه في تويتش، وهو شغوف بزاف بلي مانغا ديال اليابان وكيخسر فلوسو بزاف غير في هادشي. كيخدم غير شويه في السبيطار، يعني بالامكانيات ديالو اللي كيشد ما غاديش تخليه انه يشري هادشي اولا ينفيستي في هاد لي مانغا اولا في هاد لي جو فيديو. اذا كيمشي ياخذ فلوسو من عند باه ومو باش يكملوا ليه الاحتياجات الثانويه ديالو. غرانت وخوه الكبير كودي متقاربين بزاف لبعضياتهم، وكان الا شي واحد فيهم اشترى شي حاجه حتى الاخر كيمشي كيشري بحاله، وكانوا مقررين انهم يسكنوا مع بعضياتهم من مورا ما والديهم يمشيو يخرجوا من الدار، حيت قرروا بنفسهم انهم يشريوا دار اخرى ويعيشوا فيها غير هما بجوجهم منين ياخذوا التقاعد. كودي حتى هو كان عنده واحد الشغف واللي هو الشغف ديال الاسلحه، وفي 2018 غرانت غادي يدير غلط كبير في حياته. البوليس مشاو عنده حتى للسبيطار فين خدام، حيت السبيطار ديكلارا باللي لقاو واحد الكميه ديال المخدر واللي سميتها بروبوفول. بروبوفول هو واحد النوع ديال المخدر اللي كيديروه في العمليات الكبار وعنده تاثير كبير على جسم الانسان، وديكلاراو حتى انه عنده سوء تسيير ديال واحد الدواء اللي كان كيعطي المرضى ديالو واللي كان كيكلميهم حيت ما كان فيه اللي يخدم. السلطات خدات بعين الاعتبار ان نيته ما كانش خايبه، وانه كان كيعطي هاد لي دروغ لهادوك الناس المرض غير باش انهم يتكلموا وما يبقاوش يتالموا، ولكن تم الطرد ديالو من السبيطار اللي كان فيه، وهذا الشيء غادي يوسخ ليه الدوسي ديالو لا المهني ولا الشخصي، يعني انه صعيب بزاف يلقى خدمه، وهذا الشيء كان بدايه خراب حياه غرانت.
دخل في اكتئاب وبدا كينعزل على الناس وغير سد عليه في عالم الالعاب ديالو، كيقيل النهار والليل وهو كيلعب، وهذا الشيء اللي خلى صحته تدهور وتاثر عليه وعلى النفسيه ديالو، ضعاف بزاف. وكودي هو اللي كان مكلف بمصروف غران وحتى بمصاريف الدفاع عن القضيه اللي عنده، تقريبا حط 8000 دولار. كيف ما قلت لكم غرانت كيدوز الاغلبيه ديال الوقت ديالو غير في بيته، وهذا الشيء اللي خلاه يستعمل واحد لوجيسيال اللي كيهضر فيه مع البنات. في جوان 2018 تلاقى بواحد البنت اللي غادي تقلب ليه حياته ساسها على راسها، دخل لواحد لو سيت اللي ما غاديش نقول سميتو بطبيعه الحال، وتما فين شاف واحد البنت وبدا كيدير معاها لي زابيل فيديو. وهاد البنت هي من اصول بلغاريه وكتخدم كبائعه لي فيديو، راكم عارفين. البنت سميتها سيلفي. غران طاح كيف ما كنقولوا، بغاها وعشقها، بدا كيخلص هذاك لو سيت غير باش تبان عنده في اللايف، ومن غير المكالمات البريفي اللي كيديروا برا لو سيت. كان كيشري ليها لي كادو غير باش ياتيغي لاتونسيون ديالها. غتسول راسك بحالاش هاد لي كادو اللي كان كيتعذب باش يشريهم وباش يصيفطهم ليها؟ لي كادو كاملين عباره على البيسات باش تلبسهم ليه، باش ملي يحلوا لا كاميرا يشوفها بهم. حط فلوسو كاملين في هادشي لدرجه مشى خدا كريدي من البنكه وكذب عليهم، قال لهم باللي بغى يكمل قرايته وشي كذبات من هنا ومن هنا، وهو يتسلف الفلوس. عائلته كانت ديما مستعده انهم يتعاونوا معاه ماديا وحتى معنويا، وعنده الزهر اللي عائلته ديما في جنبه. المصاريف ديال غراند كثرات، عائلته بداو يلاحظوا باللي لي كارت بانكير ديالو ولاو كيساليو ولا كيدخل في الكريدي. سيلفي كانت كتحسب ليه ساعه واحده ديال الكاميرا ب 450 دولار، وهو كان كيكون معاها حتى ل4 ديال السوايع، هادشي اللي كيعني 2500 دولار في النهار. وإلا جينا نديروا ليها الحسبه غادي نلقاو بزاف ديال الفلوس كيخسر في السيمانه ماشي الشهر. المهم غراند بقى كيصيفط ليها الفلوس، صيفط ليها شي 200,000 دولار. سرق فلوس لخوه كودي، سرق له شي 60,000 دولار، علما على انه كما قلت لكم هو اللي كيعاونو في المصروف ديالو كلشي. مشى باع السلاح ديال خوه، وفي واحد الوقيته تشاد شاف المصاريف كثروا بزاف وباللي الفلوس العائله كتمشي وكتخسر بسرعه، وملي قلب عرف الحقيقه. وما نعاودش لكم كيفاش ولا ملي عرف فلوسه كتاخذهم وحده من هذاك النوع. حيدوا ليه التليفون وعطاوه التليفون عادي وقالوا له باللي ما عندكش الحق انك تستعمل الانترنت. واخا مره مع الحنان الام كانت كتعطيه التليفون ديالها بالتخبيه. غراند بقى كيهضر مع سيلفي في تويتر. غراند وكودي مشاو سافروا للجابون، وهو سفر مهم بزاف للناس المهتمين بالمانغا، وهاد السفرات قامت ب 10,000 دولار للشخص الواحد. وبطبيعه الحال شكون اللي خلص السفر؟ كودي خوه. في الاخر ديال هاد السفر غراند غبر واحد النهار كامل، وهذاك النهار كله خوه كودي كيقلب عليه، وفي الاخر لقاه في واحد السيبر كافي كيشاطي مع سيلفي، ولا مبلي بها، ما يقدرش يعيش بلا بها ولا بلا فيديوهات ديالها. غراند شفر الارقام ديال لا كارت بانكير ديال واحد صاحبهم اللي تا هو سافر معاهم، علما على ان كودي من نهار حط رجليهم في اليابان وهو اللي حاضيه، واي حاجه كانت كان كيمشي يقولها لباه وامو تليفون. ملي رجعوا غراند بحال الا شدته نفسه ومشى عاش مع خالته واحد المده، وحتى هي سرق ليها الفلوس وما قدوش هادشي، ولا كيسرق ليها حتى الارقام ديال لي كارت بانكير ديالها. خالته في واحد النهار طلع لها الدم ومشات هضرات مع تشاد وجاتو نيشان، قالت ليه خاصك تلقى الحل لهاد المشاكل اسرع وقت. واخا هي كانت باغا تمشي ديكلاري بيه، ولكن تشاد دخل في الخط وما خلاهاش، وحتى مارغريت رغبتها باش ما ديرهاش. والمسكين كودي هو اللي مشى رجع ليها فلوسها كاملين. والسؤال موجه لكم نتوما اللي كتسمعوا القصه، الا حتى نتوما شي واحد من عائلتكم هكا، واش غادي تقدروا تخلصوا عليه؟ واش غتقدروا تهزوا له بالو؟ سورتو لا كان خوكم. خليو ليا الجواب ديالكم في التعاليق. تشاد وكودي حاروا معاه وما بقاوش عارفين اشنو غادي يديروا، مشاو قيدوه في واحد المركز ديال المعالجه النفسيه اللي سميتو كورنرستون اللي كاين في فورت. وهاد الحصص كيكونوا غاليين بزاف. حب العائله اللي كاين بيناتهم خلاهم انهم يخلصوا وحتى اكثر من هاد الشيء كاع، غير المهم يشوفوا ولدهم بصحه مزيانه وبخير وعلى خير. 22 ديسمبر 2018 غراند دخل باش يبدا العلاج ديالو، ولكن مورا غير 12 يوم هرب. وملي رجع للدار قال لهم باللي هو بخير وما محتاجش لهذا العلاج. 9 جانفي رجع للدار، وهذا الشيء كان بشروط اللي دارهم تشاد ومارغريت وسناو بيناتهم كونطرا اللي كانوا كاتبينها بيديهم. والشروط هما كالتالي: يقبل انه يدخل الخدمه العسكريه، ويقبل يكون عنده تليفون عادي ما فيش انترنت، يخلص الكريديات ديالو، ويعترف باي حاجه دارها شحال هادي. والديه كتبوا المراه اللي كان كيهضر معاها، زعما كتبوا لسيلفي، واللي شرحوا ليها لا سيتوياسيون ديالو كامله
مشكله وقالوا ليها باللي راه منعوه يهضر معاها نهائيا، وهذا الشيء اللي ما عجبش غراند نهائيا، وقال فراسو هادي عائله خايبه وما مزياناش وما بغاوش ليا الخير، انا وانتوما عارفين باللي العائله ديالو مسنداه من الاول. وفي الشروط ديال والديه كاين باللي كيتسناو منه يطلب السماحه من اي حاجه دارها، وهذا الشيء اللي غراند ما قبلوش وما بغاش، وبدا كيعكس فراسو. واخا هذا الشيء كامل غراند مكمل في الهضره مع سيلفي كيهضروا في تويتر ومن تليفون ديال مو. 24 جونفيي تشاد غضب وتعصب وتجنن على ولده، شدو من الكول ديالو وجرى عليه من الدار. وهنا الاب ديالو صافي عجز على انه يحل المشاكل ديال ولده حيت ما لقاش ليهم الحل. لا غد ليه 25 جونفيي كودي ما جاش للخدمه، واحد من الناس اللي خدامين معاه كيصيفط ليه ميساج، وانتم عارفين الناس ديال لي زايفون غادي يعرفوا هذه القضيه، منين شي واحد كيصيفط ميساج لشي واحد وكيتبان عنده في الزرق اذا فانه وصلوا، وإلا كاين كيبان في الخضر اذا فهذاك الشخص الاخر يا اما ما عندوش الريسو ولا تليفونه طافي. لي ميساج اللي كانوا كيوصلوا لكودي فهما كانوا كيوصلوا في الخضر، اذا التليفون ديال كودي مطفي. وباش يتاكد مزيان عيط على البوليس باش يمشيو يديروا المعاينه ديالهم في الدار ويشوفوا واش كلشي على خير وبخير. كودي عمرو ما غيب في هذه المده كامله اللي خدم فيها. من بعد البوليس مشاو للدار باش يتاكدوا، وعياو ما يدقوا ما يصونيو والو، حتى واحد ما كيحل لهم الباب. ولكن لاحظوا بان الطوموبيلات كلهم في الكراج كاينين 3 ديال الطوموبيلات، وباللي الدار عادي بحال كاينين فيها الناس. وهنا البوليس دخلهم الشك وعيطوا لمركز الشرطه وخداو الاذن باش انهم يفرعوا الباب ويدخلوا على دار تشاد ومارغور. ملي دخلوا للدار اول ما بداو به هو الكراج، لقاو فيه واحد لي ماشين ديال السبور وشربل وشي تخربيق، واحد البيت اخر حداهم فيه شي كراتان وداك الشيء، ولقاو في الباب ديال هذا البيت الجثه ديال كودي مقتول باللباس ديال الخدمه ديالو. كودي مضروب في راسو 2 ضربات 2 قرطاسات. زادوا شويه لقاو تشاد مليوح في الارض وحتى هو ميت ومضروب ب2 قرطاسات. واللي مشاو للكوزينه لقاو المساعده ديالهم حتى هي طايحه ومضروبه في الارض. مشاو قلبوا في البيوته، مشاو للبيرو ديال مارغوريت ولقاوها مقتوله فوق البيرو ديالها، حداها كاس ديال الشراب ومضروبه حتى هي في راسها بقرطاسه من اللور، يعني كانت خدامه حتى ضربت بالقرطاس. السؤال الكبير هنا هو فين هو غراند من هذا الشيء كامل؟ داروه غوشيرشي مبحوث عنه وداروه مجرم هارب وخطير. جاسون ولدهم الكبير حتى هو متهم، ولكن بغى يتبرأ من هذه القضيه حيت في الوقيته اللي تقتلوا الوالدين ديالو وخوه هو كان في وينتر مع مرته وولادو، يعني عنده دليل قاطع على انه ماشي هو اللي كاين تما، وبالتالي تبرأ من هذه القضيه. الجريمه وقعت مع 5 العرب ديال العشيه، ومع التشريح لقاو باللي الام هي اللي ولات تقتلات وتابعها تشاد اللي كان يلاه راجع من الخدمه، وكودي حتى هو. الجثه ديال تشاد شافوا انها تحولت من بلاصتها وباللي السلاح ديالو ما كاينش في بلاصتو. في مسرح الجريمه السلاح اللي لقاو عند تشاد ماشي هو باش تقتل. 26 جونفيي لقاو لا تراس ديال غراند في واحد لوطيل، واللي الناس اللي خدامين تما هما اللي علموا به البوليس. وملي جاو لقاوه في البيت جالس، هزوه بلا حتى شي مقاومه وداو معاهم غراند الكوميساريه. ملي مشاو وبداو كيحققوا معاهم، واللي يحقق معاه في هذه القضيه هو دانيال وايفا. ملي كيسولوه كيحققوا معاه سيد ما تصدمش ملي قالوا ليه باللي لقاوهم مقتولين، وهذا دليل على انه ديجا عارف الاخبار. وحتى غراند ما سول علاش جابوه لتما ولا حتى شي حاجه، بدا كيعاود ليهم باللي باه معصب وعنيف من جهه ولادو، ما كيتعاملش مزيان مع مرته الا مع كودي، وقال لهم باللي هو ديجا دابز مع العائله ديالو قبل ما يخرج من الدار. والبوليس هذا الشيء والاقوال ديالو خذوهم بعين الاعتبار. من خلال الابحاث اللي داروا المصلحه المختصه لقاو باللي غراند دار واحد لي ريشيرش في جوجل على عائلته اللي ماتت، اذا هذا دليل اخر على انه المجرم. صوروا لقاو البصمات ديال غراند على التليفون ديال باه، ولقاو حتى البصمه ديال باه تشاد باش يدخل للتليفون. كيفاش انسان طبيعي يهز الصبع ديال باه ميت ويديروا في البلاصه ديال البصمه ويحل به التليفون، وهذا الشيء كامل باش يمشي للباركينغ اللي فيه الويفي ويهضر مع سيلفي. تصوروا وصفت لها من التليفون ديال باه $600. غراند متهم بالقتل من الدرجه الاولى مع سابق الاصرار، ولكن ما كاينش دليل قاطع في مسرح الجريمه باللي هو اللي قتل. واخا البصمات ديالو كاينين في الدار، ولكن قالوا باللي هذا الشيء عادي حيت هو عايش في هذيك الدار وسي نورمال يكونوا البصمات ديالو في اي بلاصه. غراند سجن في مركز الانضباط ديال ماديسا، واللي غادي يكمل فيها حياته بلا تليفون بلا انترنت وبلا سيلفيا. ومن خلال المحاكمة ديالو ما اعترف بتا شي حاجة لحد الساعة، ولكن هو غادي يتسجن حياته كاملة. نتمنى القصة ديال اليوم تفيدكم، وخصوصا انها تكون اعطتكم واحد العبرة صغيرة بان هادوك لي فيديو راهم تهم بليا.
where do I begin? This has not only affected my life and those close to me, but the ripple effect has been widespread. I cannot give an exact number of how many people have felt the loss of my family, but there were hundreds of people at their funeral. The minister that led the service told me in his 50 years he has never seen a funeral with 3 caskets. It has been very hard to devote reflection to either my father, mother, or brother. As I start to think of one, it's hard to not think of the others. There are so many memories, stories, and special times that I will never forget. However, I will never be able to make new ones. My father was a great man that only wanted the best for his family, especially his boys. Dad's approach to anything in life could be a bit overboard, but he liked to know all the pros and cons of something as small as going to the grocery store or getting a big purchase like a car. I will never forget the life lessons my father taught me, and I will miss his advice. My mother had the best outlook on life. She always found the good in a situation. There were times I didn't know what to think or do, and my mom was always there to guide me. One of the biggest things I miss is being able to talk to my mom. It's been 208 days. Sorry. I really miss her voice. But I am a better person because of my mother, and I am forever grateful for that. شكرا لمتابعتكم القصة ديالنا ديال اليوم، ونتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله.